القصة اللي هنحكيها النهاردة دي مش مجرد حكاية عن ملك أو ملكة، لأ، دي حكاية عن نهاية عالم بحاله. إزاي حضارة فضلت قايمة أكتر من 3000 سنة فجأة انتهت. ده الفصل الأخير في كتاب الفراعنة العظيم، قصة فيها كل حاجة: غزو وعبقرية وخيانة ومأساة. قصة بتورينا إزاي شمس الحضارة المصرية القديمة غربت وللأبد. قبل ما نحكي عن النهاية لازم نعرف البداية كانت عاملة ازاي. تخيلوا معايا مصر، الأرض اللي كانت بتأكل العالم كله، كانت بتعاني بقالها قرون تحت حكم الفرس. كل خيراتها بتتنهب، كل مواردها بتروح عشان تمول إمبراطورية تانية ملهاش دعوة بيها. والمصريين أحفاد بنات الأهرامات كانوا عايشين في فقر وظلم. بس الأهم من ده كله، كانوا حاسين بالأهانة، وكانوا شايلين في قلوبهم غضب. غضب كان زي البركان الخامد، مستني بس اللحظة المناسبة عشان ينفجر. فالسؤال هنا كان واضح وصريح: مين؟ مين اللي هيقدر ينقذ حضارة عريقة زي دي وهي على حافة الانهيار؟ الوضع كان محتاج أكتر من مجرد ثورة، كان محتاج بطل أو يمكن غازي جديد يظهر من الغرب يقلب الموازين كلها. وهنا بتظهر على مسرح التاريخ شخصية هتغير شكل العالم للأبد. شاب مقدوني اسمه الإسكندر. شاب يا جماعة عنده حوالي 24 سنة بس، تخيلوا. لكن العقل اللي جوه راسه ده كان أكبر من سنه بسنين ضوئية. عبقرية عسكرية وسياسية مش طبيعية. الراجل ده قدر في كام سنة بس يعمل اللي محدش كان يحلم بيه: يكسر شوكة الإمبراطورية الفارسية الجبارة اللي كانت بتحكم العالم وقتها. عشان نفهم ليه المصريين رحبوا بيه لازم نقارن. بصوا، الفرس كانوا بيعملوا ايه؟ بيستغلوا خيرات البلد ومش بيحترموا ديانة أهلها، فطبيعي جدا إن الشعب يكرههم. لكن لما الإسكندر دخل مصر سنة 332 قبل الميلاد، الموضوع اختلف تماما. المصريين ما شافوهوش كغازي جديد، لا، شافوه فيه المنقذ، المحرر، اللي هيخلصهم من كابوس الفرس. استقبلوه استقبال الأبطال. والإسكندر يا جماعة ما كانش مجرد قائد عسكري شاطر، لا ده كان داهية سياسية. شوفوا عمل ايه بالترتيب. أول ما دخل مصر راح على منف العاصمة الدينية، وهناك لعبها صح قوي. أعلن نفسه ابن للإله أمون، كبير الآلهة عند المصريين. بالخطوة دي هو مش بس كسب الكهنة في صفه، لا، ده بقى فرعون شرعي في نظر الشعب كله. بس هو مسكتش على كده، عمل رحلة صعبة جدا في قلب الصحراء لحد واحد سيوة عشان ياخد تأكيد إلهي على مكانته دي. وبعد كل ده وقف على ساحل البحر المتوسط واختار مكان عبقري عشان يبني عليه مدينة أحلامه، الإسكندرية، اللي هتكون عاصمة العالم الجديد. لازم نفهم إن حلم الإسكندر كان أكبر بكتير من مجرد احتلال أراضي. الراجل ده كان عنده رؤية إنه يمزج بين عبقرية اليونان وعظمة مصر، يخلق عالم جديد، حضارة جديدة. لكن القدر كان ليه كلمة تانية. فجأة في عز قوته وشبابه مات الإسكندر، وساب وراه إمبراطورية من غير حاكم، حلم ما اكتملش. طيب، بعد موت الإسكندر الإمبراطورية بتاعته دي كانت عاملة زي تركة ضخمة، والقادة بتوعه هم الورثة. كل واحد فيهم خطف حتة، بس كان في واحد فيهم أذكاهم وأكترهم حظا، جنرال اسمه بطليموس. بطليموس ده بص لهم كلهم وهم بيتخانقوا على باقي الإمبراطورية، وراح هو واخد أغلى وأهم قطعة فيها، جوهرة التاج، مصر. ومن هنا بيبدأ عصر جديد، وعائلة حاكمة جديدة هتفضل في مصر حوالي 300 سنة، سلالة البطالمة. المؤسس بتاعهم بطليموس الأول ما كانش غبي، كان عارف كويس جدا إن القوة العسكرية لوحدها مش كفاية عشان يحكم بلد زي مصر. فهم إن مفتاح الحكم هو إنه يحترم عادات المصريين، يحترم آلهتهم، ويكمل الحلم اللي بدأه الإسكندر. وده بالظبط اللي عمله. وفي عصر البطالمة الأوائل حلم الإسكندر اتحقق وبزيادة. الإسكندرية ما بقتش مجرد مدينة، دي بقت عاصمة العالم. تخيلوا معايا المشهد: مكتبة الإسكندرية العظيمة اللي فيها كل كتب وعلوم الأرض. منارة الإسكندرية، واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة، بتنور للسفن من كل مكان. المدينة نفسها كانت خلية نحل، علماء زي إقليدس بيكتبوا نظريات الهندسة اللي مدرسة لغاية النهاردة، وتجار من كل حتة وثقافات مختلفة عايشة مع بعض. مصر في الوقت ده وصلت لدرجة من الرخاء والثراء يمكن ما شافتوش من أيام الفراعنة العظام نفسهم. لكن زي أي حاجة ليها وشين، تحت كل اللمعان والازدهار ده كان في شرخ بيكبر وبيعمق كل يوم. ببساطة كان في طبقتين: طبقة يونانية حاكمة عايشة في قصور الإسكندرية وبتتكلم يوناني، وطبقة تانية شعب مصري أصلي بيشتغل في الأرض وبيتكلم مصري وبيدفع الضرايب. والفجوة اللي بينهم دي كانت قنبلة موقوتة. والعصر الذهبي ده للأسف ما كملش على طول. الأجيال اللي جت بعد كده من البطالمة ما كانوش بنفس قوة وذكاء الأوائل. بدل ما يبنوا على اللي فات، انشغلوا بالطرف،
بالقصور، والأهم بالصراعات الداخلية، والبيت القوي بدأ يتصدع من جوه. القصر الملكي اللي كان زمان منارة للعلم اتحول لمسرح دموي، مؤامرات واغتيالات وخيانات. بنتكلم عن أخ بيقتل أخوه عشان ياخد العرش، بنتكلم عن أم بتتأمر على ابنها، صراعات عائلية وصلت لأبشع صورها، والخيانات دي كانت زي السرطان، بتنهش في جسم الدولة وبتضعفها يوم ورا يوم. وفي وسط كل الفوضى والضعف الداخلي ده كان في قوة تانية بتكبر وبتراقب المشهد من بعيد. روما شافت الضعف ده وشافت الفرصة، وبدأ نفوذها يزيد شوية بشوية. مصر اتحولت بالتدريج من مملكة مستقلة ليها قرارها لدولة تابعة بتستنى الأوامر من روما. وفي وسط كل ده، في عز الانهيار، بتظهر على المسرح آخر حلقة في السلسلة، وأشهر شخصية في عيلة البطالمة كلها يمكن في تاريخ مصر القديمة كله، الملكة كليوباترا السبعة. ودي ما كانتش مجرد ملكة ورثت عرش، دي كانت سياسية من طراز فريد، ظهرت في وقت البلد كلها كانت بتغرق. كليوباترا دي كانت حكاية لوحدها، ذكاء مش طبيعي وطموح ملوش سقف، استراتيجية سياسية ومفاوضة من الطراز الأول. كانت بتتكلم كذا لغة، لكن الأهم من كل ده إنها كانت أول واحدة من عيلتها بعد 300 سنة حكم تكلف خاطرها وتتعلم اللغة المصرية. ودي لوحدها حركة بتلخص كل حاجة، بتورينا إنها كانت فاهمة كويس قوي إن قواعد اللعبة اتغيرت، وإن بقاء مصر كدولة بقى مرهون بقدرتها على اللعب مع الكبار، يعني التحالف مع روما. وهنا نيجي لواحدة من أشهر وأجرأ الخطط في التاريخ كله. كليوباترا في الوقت ده كانت في المنفى، مطرودة بسبب صراحة مع أخوها على الحكم، فكان لازم توصل لأقوى رجل في روما والعالم وقتها، يوليوس قيصر. عملت إيه؟ عملت خطة محدش يتخيلها، خلت حراسها يهربوها ويلفوها جوه سجادة. أيوة، سجادة. والسجادة دي اتقدمت كهدية لقيصر، وتخيلوا المفاجأة لما فكوا السجادة ولقوا ملكة مصر طالعة منها. طبعا قيصر مش بس انبهر، ده اتسحر بذكائها وجرأتها، والتحالف اللي بينهم ما كانش سياسي بس، بقى شخصي كمان. العلاقة دي رجعت كليوباترا للعرش، ونتج عنها ابن قيصريون اللي كان أملها إنه يوحد مصر وروما في يوم من الأيام. لكن في روما النجاح الكبير بيجيب غدر أكبر. اغتيال قيصر في قلب مجلس الشيوخ كان ضربة قاضية، كل حاجة اتهدت، وكليوباترا لقت نفسها لوحدها تاني في وش العاصفة. بعد موت قيصر، روما ولعت، حرب أهلية جديدة قامت، والصراع المرة دي كان بين اتنين من أقوى رجال روما، ماركوس أنطونيوس القائد العسكري المخضرم، وأوكتافيوس وريث قيصر الذكي. وكليوباترا كانت في النص ومضطرة تراهن بكل حاجة، تختار الحصان الكسبان عشان تنقذ مصر. الرهان بتاعها كان على ماركوس أنطونيوس، والتحالف ده اتحول لقصة حب أسطورية العالم كله بيتكلم عنها لغاية النهاردة. لكنه كان أكتر من مجرد حب، كان تحالف سياسي وعسكري. الاتنين كانوا بيحلموا بنفس الحلم، إمبراطورية شرقية جديدة عظيمة عاصمتها تكون الإسكندرية. لكن الناحية التانية في روما، أوكتافيوس ما كانش ساكت، كان داهية سياسية، واستخدم قصة الحب دي كأقوى سلاح ضدهم. شن عليهم حرب إعلامية شرسة، صور أنطونيوس في عيون الرومان على إنه خاين، راجل باع بلده عشان ملكة أجنبية ساحرة عايزة تحكم روما، وبكده ما بقاش فيه مفر. الحرب الأخيرة كانت جاية، والحرب دي هي اللي هتحدد مصير روما ومصير مصر. سنة 31 قبل الميلاد، معركة أكتيوم البحرية، دي كانت المعركة الفاصلة، وفيها أسطول أنطونيوس وكليوباترا اتهزم هزيمة ساحقة قدام أسطول أوكتافيوس. دي ما كانتش مجرد هزيمة في معركة، دي كانت بداية النهاية. والفصل الأخير من القصة دي كان تراجيدي ومأساوي. أنطونيوس بعد الهزيمة سمع إشاعة كذب إن كليوباترا انتحرت فقتل نفسه، ولما كليوباترا عرفت بموته وإن كل حاجة ضاعت، رفضت تماما فكرة إنها تتاخد أسيرة لأوكتافيوس ويعرضها في شوارع روما وهي مذلولة، فقررت تنهي حياتها بنفسها كملكة. وبموتها ماتت معاها آخر سلالة فرعونية حكمت مصر، وبموتها انتهى تاريخ مستقل دام أكتر من 3000 سنة، ومصر اتحولت رسميا لمجرد مقاطعة رومانية. وهنا اتقفل آخر فصل في كتاب تاريخ مصر القديمة، نهاية حقبة من أعظم الحقب في تاريخ البشرية كله. لكن السؤال اللي بيفضل يتردد لحد النهاردة، هل بموت كليوباترا وسقوط مصر انتهت فعلا روح الحضارة دي، ولا برغم نهاية عصر الفراعنة الروح دي نفسها فضلت خالدة عايشة في الحجر وفي التاريخ وفينا لغاية دلوقتي؟